مش عارف اعمل ايه والله العظيم. الطم ولا اجيب لطامه، ولا اركب عربيه واجري بقول قرب 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 اللي عايز نقطه يجي نادي الزمالك، ولا اعمل ايه؟ ولا افضل كده قاعد حاطط ايدي على خدي لحد اما حاجه الاقي العدد يجي ياخدني؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا طفح بيا الكيل. اطلع اقول ايه؟ بقالي النهارده عدى الماتش بقاله ساعه ونص، مش عارف اطلع اقول للناس ايه، ولا اتكلم ولا احكي. اقول ايه؟ اقول ان انا بمتلك اداره فنيه فاشله؟ اقول لك ان انا بمتلك مدير كرة اسمه امير مرتضى منصور فاشل؟ اقول ان انا بمتلك لعيبه مشحره ومش عايز اقول لفظ تاني؟ اقول ايه؟ الطم ولا اجيب لطامه؟ اعمل ايه؟ انفخ في ابره مخرومه اكتر ما هي مخرومه، ولا اعمل ايه؟ مش عارف. حاطط ايدي على خدي كده، قاعد زي الولايه الغضبانه، مش طايق نفسي. شفتوا انا بقول كلام عامل ازاي؟ شفتوا كميه الاحباط عامل ازاي؟ وانا بتفرج على 90 دقيقه ترجيع كروي من فرقه فاشله كرويا، من فرقه ما بتعملش حاجه في الملعب ومشحره شحره. الصنف خلصان خالص النهارده. الرجاله بتشتكي، الرجاله فعلا. النهارده نظرة زيزو النهارده يدل على كل اللي بيحصل في نادي الزمالك. هو ده اللي بيحصل. نادي الزمالك النهارده مفلس. نادي الزمالك النهارده مش قادر يجري. نادي الزمالك النهارده ما بيعملش جمل. نادي الزمالك النهارده فاضي. نادي الزمالك النهارده امير مرتضى لبسه في صفقات كلها مقلب. نادي الزمالك بيمتلك مدير فني اسمه فريرا شحر، مدير فني عايز يسيب البلد ويمشي. انا مش عارف في ايه. نادي الزمالك النهارده على مدار المباراه كامله ما بيعملش حاجه خالص. لعيبه عول، لعيبه كسر، لعيبه مخلصه كوره. سيبك من عواد، خلي عواد على جنب. عبغاني زفت، مسلوسي مجبر، تحس ان هو بيقضي التجنيد بتاعه في مصر، مجبر. عمرو السيسي مقلب. شلبي وما ادراك ما شلبي كفته. زيزو خلاص. عارف احنا بنلعب بخاصيه البطريق. عارف انت البطريق بيمشي كده. هو احنا البطريق، هجومنا عباره عن بطريق، نادي البطريق. لان تخيل الجزيري اللي على مدار 13 اسبوع ما جابش جون واحد، ما جابش جون واحد. ادي المهاجم بتاعك، الجناحه بتاعتك عامله كده اهو، لا يمين ولا شمال. شلبي متكسح وزيزو تايه. زيزو ما عرفش العب النص ولا العب ورا ولا العب قدام، تايه. زيزو في ملكوت لوحده ومشحر ومش قادر يجري، واللياقه البدنيه بتاعته تحت بير السلم. امام عاشور مركز في المحل بتاعه، عامل شغل 10 على 10 ومبيعات زي الفل، وترار زاد النهارده والدنيا عسل عسل. والبضاعه اللي كان جابها ما وصلتش. مش معانا، مش معانا. هو في كوكب تاني اصلا. دونجا لا حول ولا قوه، عمال بيتزحلق كل شويه، وهي اللهم شوطه يتيمه. قرب بقى على الدكه بتاعتنا وجمال الدكه بتاعتنا وشياكه الدكه بتاعتنا، اللي الباشا مش عايز صفقات. الباشا مش عايز صفقات لان احنا عندنا وفره من اللعيبه، ذخاير لعيبه، عسل لعيبه. عندنا حاجات جميله قوي والله العظيم. النادي اللي الاهلي والله اكبر الصفقات اللي عنده والدنيا، ولسه بيجيب ويجيب صفقات ويجيب. النادي بيفكر. اما احنا لا حول ولا قوه الا بالله، احنا عايزين منشطات، احنا عايزين حد يفوقنا، احنا عايزين حد يضربنا 30 رصاص على اليوم الاسود احنا شجعنا فيه نادي الزمالك. ازعل بقى يا زملكاوي، ما تزعلش، اضرب دماغك في الحيطه. انت بقى بتشجع الزمالك بطريقه، انا بشجعه بطريقه تانية. انا راجل لما الزمالك بيخسر او بيتعادل او بيخسر بطوله بيتركبني 30 عفريت. اقف بقى ادعم جنب النادي وادعم جنب النادي. انا مش شغال دكتور وبعمل له دعامات وبعمل له جراحات عشان تقول لي ادعم. اقول له ايه؟ ده ابني ده الجثه ميته، ادعم ازاي يعني؟ اركب له كهرباء؟ هو ميت، هو ميت. اداره فنيه ميته، اداره فنيه مفلسه. ده عازم امام في بعد اللقاء مع اون سبورت، الراجل هيرجع مش لاقي كلام يقوله. سامسون اكينولا ارحم امي، ارحم امي وامشي. امشي انزل العتبه، امشي روح في اي حته كده لوحدك، روح اشتغل في الموبايلات، ما تعملش حاجه تانية، ما تلعبش كوره تاني.
والله العظيم قسما بالله انا حلم حياتي اشوفك بتشوط. شوت حسستني ان انت بتشوط. انت لا بتشوط ولا بالراس ولا بالرجل ولا بالودن ولا بالعين ولا باي شيء خالص. انت مش موجود. جزيري يخرب بيتك، ده انت يعني ضايع خالص. انت لعيب على ما يفرق. انا ما اعرفش قسما بالله احنا عملنا لك سعر او بن شرقي لما كان موجود هو اللي عمل لك سعر، غير كده انت مفيش خالص. تخيل 13 اسبوع ولا مهاجم جه في الزمالك غير سامسون، الكره اللي هي كانت ميته اللي وقعت من ايد الجون وجبناها جون ومفيش حاجه تانية. ما عندناش مهاجمين بيجيبوا جوان ولا مدافعين. وبسم الله الرحمن الرحيم كده على الريق الدوري اهلاوي. ما تحاولش والله هيجيبوا بصباع الصغير كده النادي الاهلي. صباع الصغير هيخلص الدوري. ما بقاش في دوري خلص. العب بقى على افريقيا. ما كانش فيوتشر وبيراميدز اللي بيقدموا كره محترمه ما خدوش منك، ولسه اتقل. ده بيراميدز هيدوس على وشنا الماتش الجاي، وبعد كده ماتش الاهلي، وبعد كده فريرا يمشي. وده اللي انا قلته من فيديوهين قبل كده والناس ترجع لي. ما غيرتش كلامي. انت لعيبه زهده الدنيا، لعيبه خدت 2 دوري خلاص بقى. خدنا الدنيا وما فيها، مش عايزين حاجه تانية. احنا خلاص اصطبحنا كويس، واحنا بقينا نادي الاصطباح. محدش يزعل بقى. ما هو يعني انت لما يبقى رئيس النادي بتاعك اللي المفروض اللي هو رب البيت اللي هو بيداري المصايب يطلع يفضحك فضيحه الجلاجل وفضيحه المطاهر، انا اسف، ويطلع يفضحك في كل وكالات الانباء العالميه ويقول لك ان احنا النادي ده كلام. ده انا كل ما اكلم حد يقول لي بين النادي مش عايز اقولها. حتى لما بنشتكي من اللعيب النهارده بيقول لك اصل ما اصطبحش، اصل ما لفش، اصل البتاع زاد. كلام ما ينفعش يتقال، كلام عيب ان يتقال اصلا. ومين اللي فضحك؟ انت. انا اللي فضحت نفسي. عمرك شفت كده؟ يعني عمرك شفت كده؟ محدش شاف كده خالص. وخسرك لاعبين اللي هم اليوت من اللي عندك، جناح شمال، وخلالك محمد عبد الشافي الله يمسيه بالخير، راجل لا يلام باي كلمه، ومش هقدر انتقده لان الراجل اللي عمر عدى بيه والدنيا عدت بيه. هتنتقده تقول ايه؟ ده كتر خيره انه واقف على رجله لحد النهارده، بعد ما كان في الثلاجه على مدار 2 قلت له الحق انزل. طبعا بينزل لا حول ولا قوه، الراجل ناسي الكوره ومش عارف بيعمل اي حاجه، وقوم ينزل لك سيد نيمار اللي جايبه باك شمال وجايبه باك يمين وجناح يمين وبيطبخ بالليل وبيتشقلب الصبح. ايه يا عم؟ احلى مسا عليك يا باشا. اللعيبه فعلا ما اصطبحتش. حقك يا بيه، حقك. ما انا اللي فضحت نفسي. انا رب البيت صاحب البيت، انا اللي فضحت نفسي. وانا قلت حاجه زي كده وخسرت نفسي لاعبين انا هي ناقصه خساره اصلا. انت مفلس. ونفسي حد محترم. احنا بنتكلم عن ناس لا لنا باعراض الناس ولا لنا حاجه. نفسي حد محترم. الناس بتوع جريده المسا اللي ادوا احسن مدير كوره هو كابتن امير مرتضى منصور. احسن مدير كوره في ايه سعادتك؟ هات لي حاجه عملها. هات لي صفقه عملها. الصفقات اللي على نادي الزمالك الاخيره كانت تركي آل الشيخ، كانت بن شرقي وساسي، كانوا هديه من تركي آل الشيخ، والكل عارف حاجه زي كده. صح ولا مش صح؟ دول الصفقتين. كل الصفقات اللي جت بعديها كلها جت عن طريق امير مرتضى منصور. كلهم زفت ولا صفقه فيهم عدل. هل حد بيقدر يتكلم عليه؟ هل حد يقدر يطلع في قناه نادي الزمالك ويتكلم على صفقات بتاعه امير مرتضى منصور؟ يقدر؟ كان مرتضى منصور رفعه. انت ازاي تتكلم على ابن امير كده؟ ابن امير بيسافر على حسابي، ابن امير مش عارف ايه، ابني. عمرو السيسي يا معالي الباشا ده الراجل ما نعرفش نغلط فيه. ده راجل مروقنا الصبح وبيروقنا بالليل. ما نقدرش نتكلم يا بيه. يعني ده الله يبارك له يا رب، يعني الله يبارك له يعني. يا معالي الباشا عبد الله سيد مش هيلعب ايه؟ والله لو ده لو الاتحاد النهارده كان طمع في المباراه كان غلب الزمالك. والله العظيم الاتحاد النهارده لو كان طمع في المباراه كان خد المباراه النهارده وخد ال3 نقط مستريحين. والراجل زوران اصلا في المؤتمر الصحفي انا سمعته الراجل متضايق انه تعادل مع نادي الزمالك، وبيقول لك اللعيبه كانت المفروض تطمع اكتر من كده. لياقه نادي الزمالك 0 يا باشا. انت فككت الفرقه اتفككت.
الفرقه رجع الكلام تاني، الكلام فيها، ورجع احنا على لسان الاعلام، واللعيبه اتهزقت، وعملنا نفس المنظر الزباله بتاع اللعيبه تيجي وتعتذر والكلام ده وي وي وي، ورجعنا تاني الايام اللي احنا كانت ايام سودة ما كناش عايزين نرجعها. الزمالك في خبر كان، الزمالك حقك يا بيه، حقك، حفل. ما اقدرش انطق الكلمه دي، حفل حقك. بقى انا اللي فضحت نفسي، انا صاحب البيت رحت فضحت نفسي وقلت للناس ان انا نادي بتاعي. عمرك شفت نادي بيعمل كده؟ احنا بنعمل كده، احنا بنعمل كده عشان نهر جمهورنا، عشان جمهور النهارده اللي مسافر برج العرب، وكل اللي سافر الاستاد بتاع برج العرب وعارف المشوار قد ايه وعلى قد ايه وفلوس قد ايه اتصرفت، واللعيبه صرمها وقع في الملعب وهم بينطقوا، وهم بينطقوا والله العظيم، هم بينطقوا بيصوتوا، ولا هم هنا ولا كان فيهم دماغ ولا اي شيء. يا باشا تسلم يا باشا على ذوقك، تسلم على ذوقك يا باشا. اهو اتفرج، الفيديو كله تحفيل، الفيديو كله تحفيل، حقكم. والله العظيم انا بقالي ساعه ونص ما عايز اطلع، ساعه ونص، ساعه ونص بغلي من جوايا، بغلي من جوايا، مش عارف اقول ايه ولا اطلع اقول ايه. بس حقكم، حقكم تحفلوا، حقكم تفرحوا بفريقكم، حقكم تتبسطوا بفريقكم، حقكم تتبسطوا. للناس كلها هجمتكم، والناس قالت عليكم وحشين، والناس قالت كذا لما انتوا تعادلتوا ماتشين وكنتوا متصدرين، ويوم ما تصدرنا عنكم فرق الاهداف طلعنا زقطنا وقعدنا عملنا نور وعملنا كل شيء وعملنا كل شيء حلو، وفي الاخر انتوا فضلتوا داعمين فرقتكم، وفضلتوا وراك ايديكم وفرقتكم، وادارتكم ظبطتكم وجابت له لعيبه، حتى اللعيبه اللي انتوا خسرتوها في الاصابات ربنا يرجعهم بالسلامه، جاي لعيبه اقوياء، ولسه بتفاوضوا 2 كمان افارقه جايين عشان يجوا تاني يكملوا على الفرقه. حقك، حقك لو تفخر بفرقتك. وحقنا كزملكاوي، زملكاوي كتير زي جدا يشمتوا في نفسيهم. عارف ليه؟ لان احنا نفخنا في ابر مخرومه، لان احنا من بدايه الموسم واحنا بنقدم مستويات زي الزفت، زي الزفت، من ايام عك فريرة اللي عمال بيعك في اللعيبه وبيجرب في اللعيبه، من لعيبه اتفرضت على فريرة، من لعيبه فريرة كان عايزها واداره ما جابتهاش عشان اداره ما كانتش عايزه تدفع، عشان كانت شح. صفقاتك كلها ببلاش، اي حاجه ببلاش، اي لعيب مخلص كله ببلاش اللي يجي، لكن ما حدش صرف ولا جنيه، ولا حد ليه جميل على الزمالك، والله ولا حد ليه جميل على الزمالك. الزمالك باسمه هو حتى كمان اللي بيجيب الشركات الراعيه اللي بتدفع فلوس حلوه قوي 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 لنادي الزمالك، لكن ما فيش حد خالص، واللي بيدفع الثمن هو احنا، الناس اللي بيتحرق دمها، الناس اللي حياتها الزمالك، الناس اللي رابطه حياتها على مباراه نادي الزمالك وانبساطها بالفرقه. طب سؤال لاخر حاجه هتكلم فيها، الدوري وراحوا عارفين، والكاس باذن الله خارجين منه من بيراميدز الماتش الجاي. جميل، ده خلصان، انت بيراميدز هيغلبك ويروحك، والنيله الدوري الاهلي هيغلبك ويروحك. الاهلي بص كده هو واقف كده هيسقسق معانا كده ويريحنا 2-3-0 ويطلعك بره الدوري خالص. تمام، ولا احنا مش مستنيين حاجه من المصري بكره خالص يعني، مهما حاجه تحصل يعني. لكن السؤال، هل السنه الثالثه على التوالي هبقى حصيره افريقيا؟ هل السنه الثالثه على التوالي هبقى اضحوكه افريقيا؟ هل لحد امتى هدفع ثمن افريقيا وافضل اتهزق بيها على مدار سنيني عمر جايه؟ لحد امتى؟ لحد امتى بنتوسم فيكم خير؟ ولحد امتى بنتحدى؟ ولحد امتى بنقول السنه الجايه تبقى افريقيا معانا ونفضل بالمستوى ده؟ هل اداره نادي الزمالك، واحنا النهارده بقينا في يوم 11 في الشهر ولا 12 في الشهر، ايا كان ايام الله يعلم بيها الا ربنا، هل اداره نادي الزمالك هتقدر تجيب صفقات؟ ولا مفيش حاجه ببلاش؟ ما انت منين عايز تقوي فرقتك وعايز تجيب صفقات ببلاش؟ يا باشا زيزو مش قادر يجري اصلا عشان يجيب ضربات جزاء، واحنا عملنا حاجه النهارده؟ واحنا رحنا الجون اصلا؟ واحنا بنهاجم اصلا؟ ده انا عمري ما شفت فرقه بتعدى 0-0 وجاي اخر دقايق وهي عماله بتكح تراب ما بتضغطش حتى، ومحدش شاف الاهلي وهو بيتعادل وهو خسران بيعمل ازاي في اخر 10 دقايق، محدش شافه. انا مش بحسد يا جدعان، انا بقر بس محدش يزعل مني، بس محدش شافه. ولالي هو نازل زي القطر عشان عايز يكسب وعشان عايز كذا، ولعبته كانت جمهوره كان بيشتموا فوق، والعب بقى يا عم خلي عندك دم، واللعيبه كانت زي الرجاله وطقطق وما خدوش بالهم ولا اي حاجه. الله يرحم ايام زمان لما كان محمود علاء عمل لنا بدراعه، الله يرحم. ده الفرق والله العظيم، ده الفرق. والاخر النتيجه مروان عطيه بس الاهلي شاور له راح جري، وانت بقالك سنه بتجري وراه، قال لك يلا يا عم امشي، يلا يا عم ناقص قرف، حاجه اعمل ايه يا عم؟ هاجي الاقي مرتضى منصور ومرتضى منصور وقفني كده زي كاني متذنب. لك الله يا جمهور الزمالك. الزمالك للاسف
محدش بينفعه غير جمهوره بس خالص، ومحدش بيدفع الثمن اللي بيحصل في نادي الزمالك غير جمهوره بس، ومحدش بيتشمت في الدنيا دي كلها غير جمهور الزمالك بس. محدش يضحوك اليومين دول غير جماهير نادي الزمالك بس، والاداره قاعدين في ازاز مغلق ولا حاسين باي شيء ولا عارفين اي شيء ولا فارق معاهم اي شيء. مش مشكله، هم واخدين 2 دوري، ما احنا هنفضل ندفع 2 دوري دول 50 سنه قدام، 50 سنه قدام هنفضل طافحينهم. انا لا هجامل ولا هطبل ولا هطلع اقول اي كلام، كل اللي ليه حق هقوله. حتى لما اعترفت وطلعت وهاجمت التحكيم المره اللي فاتت وقلت ان الجون كان اوفسايد، الجون طلع سليم، وطلعت واعتذرت عنها عشان الحق يتقال حتى لو على حساب فرقتك. مش عارف اقول ايه اكتر من كده، لان الكيل طفح وعايز اقول كلام كتير جدا، لكن الفيديو ممكن يوصل لاي حد في البيت، وفي ناس كتير محترمه ما ينفعش تسمع الكلام ده، لكن يعلم الله ان الواحد جواه كلام اسوأ من اي حد ممكن يتخيل. نستنى فضيحه بيراميدز، وبعد كده نستنى فضيحه مباراه الاهلي، وبعد كده نستنى اقاله فريرة ويرجع طارق يحيى بكوبايه الشاي بتاعته، وبعد كده ميدو، بعد كده كارتيرون، بعد كده باتشيكو، بعد كده هلم جره لحد ما اجيب لها نهايه، وافريقيا على الابواب والفضايح جايه. واللي النهارده بفضيحه النهارده ب5 جنيه، بكره الناس كلها تشوفها ب1,000,000 جنيه مع مرتضى منصور. تصبحوا على خير، وانا اسف ان كنت طولت عليكم، وانا اسف ان انا كنت انفعلت، بس فعلا الكيل طفح. والرجاء من اي زملكاوي ما يزعلش. عايز تزعل وتقول ان انا بعلي المنافس وبقول حاجه زي كده، لا، يبقى انت مش زملكاوي ولا انت خايف على فرقتك، واللي انت خايف انك تسمعه الاهلاويه كلهم بيقولوه، لان هم اصلا عندهم حق. عندهم حق لما يحفلوا عليك، ولما يحفلوا عليك نسكت وما نتكلمش، لان رئيسك ورب البيت واللي بيداري عليك واللي بيحوط عليك واللي بيدافع عنك هو اول واحد بيفضحك وخسرك لاعبين. انت في عرض نص لعيب، في عرض نص لعيب خسرك لاعبين، وسلم دوري على طبق من ذهب للنادي الاهلي، لانه سكت وقفل على نفسه ما سمعش اي انتقادات، لا كمان بيدعم لعيبته، كمان بيدعم فرقته، بيدعم قوه، وما بيسمع ولا كلمه وماشي زي القطر. اما احنا فضايح على الاعلام، فضايح على كل شيء. رجعنا للشو الثاني والقناه يوتيوب. انا عمري شفت رئيس نادي الزمالك اللي عنده قناه في يوتيوب، عمري شفت رئيس نادي بيعمل حاجه زي كده. انا عارف ان رئيس النادي ده بيبقى غالي، يعني لو الخطيب طلع على الكلمه الناس كلها اوبا الخطيب يتكلم، اوبا الخطيب هيطلع، لكن احنا يا بلاش، كل واحد عايز يتفرج عليه يفتح اليوتيوب هيلاقيه موجود. هو جمهور الزمالك اللي بيدفع الثمن، هو جمهور الزمالك اللي هيحط جزمه ببقه لحد اما اللي يحصل دوت ينتهي. واتمنى لو ولاد مرتضى منصور يبعدوا عن نادي الزمالك، ويبقى في اداره وبيبقى اداره كوره، مدير كوره يعرف يجيب يشبك اللعيبه، ومدير تعاقدات يعرف يجيب لك لعيبه، ويبقى ليه نظره. مش بندور على ببلاش، طول ما انت بتدور على ببلاش ولا عمر ولا لعيبه هيعبرك او هيجي. تصبحوا على خير.